التي تتابع عبر القناة الرياضية. تعطى في هذه اللحظات انطلاقة المقابلة والكرة للاعبات ديال المنتخب الوطني المغربي يلعبنا في هذه تمريرة ديال يمنى، عملية ديال المراوغة ممتازة من سكينة دخول داخل منطقة الجزاء، فرصة هدف أول كيضيع للمنتخب الوطني المغربي في سام جريدي. أول محاولة جات كرة عرضية جانبية دخول داخل منطقة الجزاء. لاحظوا هنا الجهد كبير، مراوغة من طراز رفيع قامت بها اللاعبة سكينة وزراوي. بعد ذلك تسديدها جات أمام أقدام اللاعبة ابتسام جريدي اللي كان بإمكانها أن يعني تنهي هذه الهجمة بهدف أول في مباراة اليوم، ولكن كتجاء الخط الجانبي مع إصرار ديال كاندراجي راشيل اللي حاولت ما أمكن أنها تبحث عن الكرة ديالها. كاتيم رباط حاولت تقطع الكرة، تمريرة بدخول داخل منطقة الجزاء وخارج رميشي منطقة ديال تشيليفيا بيسكا جهة اليمنى. لاحظوا رميشي التدخل ديالها آخر اللحظات. أخذ ورد تاكناوت كتنطلق عملية هجومية مغربية. محاولة ديال تصويب كتقطع التمريرة للجهة اليسرى، محاولة تصويب، فرصة مواتية تغادر السكون المسجل الآن وأن تبحث عن هدف اللي بإمكانه، خاصة في الكرة القريبة من منطقة الجزاء. مبدأ الأمان والسلامة، باربارا تصويبة خارج باندا باربارا النجمة ديال المنتخب الزامبي، منتخب اللي وصل تحت تاكناوت مهارات الفرديه ديال الان. التمرير ديال الخط الامامي مطلوب بالفعل، تمريره دخول داخل منطقه الجزاء، البحث عن التمرير العرضي الجانبيه والاختراق، وفي اخر المطاف الى خارج الخباء الزامبي. باندا باربارا كترفع كره داخل منطقه الجزاء، خارج ربيشي كتبعد الخطوره، خارج ربيشي التدخلات ديالها مهمه، كان عندها دور فعال، كانت عندها مساندة كبيرة للاعبات المنتخب الوطني المغربي. المقابلة ديال الذهاب رفع هذه الكرة من لونغو إيرين، تنفذ هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، رأسية وإبعاد الخطورة من جانب خديجة رميشي، مركزة بالعرض بطيء. لاحظوا مباشرة التدخل ديال الحارسة خديجة رميشي أمام أبرز عنصر كما قلنا رقم 17 السريعة كوندانجي راكيل. ومحاولة صعبة لولا ديالها التقدير ديالها كان جيد. لاحظوا لعبت كرة داخل منطقة الجزاء، من أخطر المحاولات ديال المنتخب الزامبي نظرا للتواجد على ماضي أستراليا ونيوزيلندا. هذه عملية هجومية تصويبة، كانت إعادة الكرة العائلات الصغار الكبار ليلة العيد بهذا الأجواء البهيجة في المدرجات. نتمنى أنها تستمر. كرة تعود من جديد للمنتخب الزامبي، عملية ديال التمرير خطيرة هذه داخل منطقة الجزاء، خروج ديال خديجة رميشي، عملية هجومية مستمرة متواصلة، تصويبة مباشرة إلى خارج الخط الخلفي الملعب. اللاعبة اللي يمكن نقولوا بأنه كانت قريبة من استفادة من الكرة الماضية، ولكن قبل ذلك ضاعت كرة كترجع مغربية من ياسمين مرابط خط الوسط. أخذ ورد، صعيبة هذه الكرة، صعيبة هذه العملية الهجومية داخل منطقة الجزاء والهدف الأول. يعني المنتخب الزامبي انتظر إلى حدود الدقيقة 39 واللعبة اللي حذرنا منها كثير باربارا باندا كتمكن من تسجيل هدف ديال التعادل ان صح التعبير، اكتساب مباراة المسجلة 1-0. لاحظوا الإعادة، هنا التمريرة، هنا الإنزال، هنا الرأسية، بعد ذلك الانسدال، وضع الكرة في الشباك. لاحظوا الانسدال ديال باندا باربارا، تمكنت من القيام بالمراوغة، بعد ذلك كتوضع الكرة ديالها في الشباك بهذا الأسلوب. إذا 1-0 نتيجة المسجلة الآن. المنتخب الزامبي ولاعبة المنتخب الزامبي المرور إلى الأشواط الإضافية، ولكن هنا كتشوف باربارا انطلاقة هجومية مرة أخرى من الجهة اليسرى، عملية هجومية المنتخب الزامبي، صويبة مباشرة إلى خارج الخط الخلفي الملعب. كذا كرات فكتمكن
باربرا فاندا ميسول كامبو بيترونيلا تشوف هذه الكره داخل منطقه الجزاء الراسيه. لا تزال الخطوره مستمره مغربيه البحث عن التصويب من الجهه اليسرى. كره داخل منطقه الجزاء التصويب وابتسام اهتزت لها المدرجات اهتز لها الجميع. تمريره عرضيه جانبيه المره الثانيه تجي فرصه مواتيه لابتسام جريدي المغربيه اخذ ورد البحث عن ابتسام جريدي عمليه اختراق مرور كره ممتازه فرصه محاوله ديال ابتسام جريدي يمكن نقول بانه بشكل اوضح ولا اقرب للتسجيل. عمليه ديال الاختراق كانت جيده جاتها فرصه جيده ايضا من اجل استثمار هذه الكره. الصويبه ديالها الاخيره اللمسه ديالها الاخيره ما كانش بالطريقه المناسبه بالقوه اللازمه. لاحظوا ربما فكرت كثير ولكن الصويبه ديالها الاخيره مشات بعيده. السبيل من اجل التسجيل يظهر على انه صعب ولو انه هنالك مجهود. شوف مجهود طريقه ديال الدخول ديال ابتسام جريدي من الجهه اليمنى المراوغه ديالها الدخول داخل منطقه الجزاء ثم بعد ذلك التصويبه لكن الكره ما مراتش لتكون في الشباك. ابتسام جريدي ورفع الكره داخل منطقه الجزاء. تلفاد داخل منطقه الجزاء تحضير الكره الثانيه الان فرصه تصويبه فوق المرمى روسيلا. محاوله اخر 5 دقائق نبحث عن هدف خلاص هدف تاهل تسجيل الهدف مفرح بشكل كبير. كره عمليه هجوميه من روسيلا تلعبها في اتجاه ابتسام جريدي دخول داخل منطقه الجزاء مراوغه جميله محاوله فرصه كترجع روسيلا صويب ولكن في اخر المطاف الى خارج خط خلف الملعب زاويه هدف يتم اعداده على نار هادئه نتيجه على حالها. الفريقان سيجان لاشواط اضافيه في الوقت اللي كنشوفوا هنا انطلاقه هجوميه لصالح المنتخب الزامبي الجهه اليمنى تلفات داخل منطقه الجزاء وخديجه رميشي تبعد الخطر. هدف ديال المنتخب الزامبي تعادل جوج ديال الاهداف داخل كل مرمى الشيء اللي كيخلينا اننا نشوفوا الاشواط الاضافيه اللي انطلقت الان. صوب ابتسام جريدي اخذ ورد انسلال من الصباح الصغير من الجهه اليسرى خبره في الملاعب الايطاليه. كره ممتازه تعود مره اخرى فرصه التصويب ومباشره البحث لتسجيل اهداف. كره لعبت هنا الانقاذ هنا التدخل بعد ذلك الاصرار من اجل الاتمام. صباح الصغير ترفع هذه الكره ترتطم بالقائم الذي يبدو انه زامبي يبدو انه ما مراتش تواجد ديال مويمبان للجمو هجمه مرتده مضاده زامبيا على مستوى خط الامامي. صعب هذه تدخل ممتاز. المنتخب الوطني المغربي لاحظوا في هجمه مرتده سريعه في عمليه لعبت بهذا الشكل بهذه الطريقه وهنا تدخل من جانب خديجه رميشي وابعاد الخطر. لمسه الاخراج اليمنى اشراك ناتشولا رشيل باربرا كره داخل منطقه الجزاء. ماذا هناك الحكم تقر بضربه جزاء لصالح المنتخب الزامبي وترى على ان هنالك لمسه يد داخل منطقه الجزاء. اعاده لاحظوا هنا شوفوا هنا من زاويه اخرى اليدين ديال نجاة بدري الخلف شوفوا من زاويه اخرى. اذا الزامبي كل توفيق خديجه رميشي. تنفيذ وتسجل يتم تسجيل الهدف الثاني للمنتخب الزامبي. محاولة كان هنالك توقف بعد ذلك إتمام
لمسار تسديد، وتتمكن باربرا باندا من تسجيل الهدف الثاني. إذن الجولة الأولى الإضافية عرفت تسجيل هدف للمنتخب الزامبي. لاحظوا هنا كتثبيت لحارسة المنتخب الوطني المغربي خديجة رميشي. بعد ذلك اختارت الزاوية البعيدة باربرا باندا، ونهاية الشوط الأول بالنتيجة ديال 2 ديال الأهداف مقابل لا شيء.